لما الحكومة تطرح صكوك ب4 مليار في بورصة لندن بالمخالفة للمادة 127 من الدستور وبضمانات لا نعلمها، لأن قانون الصكوك بيقول لك حط ضمانات. لما يكون ده التعامل مع البرلمان المصري، ده يخلق مناخ استثماري، يخلي حد عنده جاذبية ان يجي يشتغل عندك. بناء احترمنا احد وياتي الينا مستثمرا الا لو كان عندنا شفافيه. هذه الحكومه ليس لديها شفافيه مع الداخل، مع البرلمان ومع الشعب المصري. سياده الرئيس، الساده اعضاء المجلس الموقر، انتم من تحدثتم بان هذه الحكومه مع الاحترام لشخوص رئيس الحكومه والوزراء وكل الناس اللي موجودين، احنا مختلفين على سياسات نتيجتها البلد اللي بتنتج 4 مليون طن رز بتستهلك 3.3 عندها عجز. طلع الرز فيها 200%، محدش اتحاسب. قلنا حاسبوا الوزير، اتحمى وبقي في موضعه. لما نقول هذا الكلام بنقوله حسبة لله ولمصلحة البلد. البلد بتئن، ايوه بتئن يا ريس. الشعب تعب جدا، رايح بحال البلد. الشعب ده مانع اي حد يتنافس معاها، حريص واحرص مننا كمان على استمرارها. ده قلت كمان يشعر ان برلمانه شايف كل هذه الاخطاء وعنده الاستعداد انه يمد ايده ويغير. مش آلهة، الحكومه مش آلهة. في ثواني وناس وضع سياسة أخطأهم فليرحلوا بهدوء، فليرحلوا. بنشوف ده في كل الديمقراطيات. كل الديمقراطيات بتتبدل الحقائب، بيتبدل شخوص رؤساء الحكومة، بتوضع برامج بديلة يكون احنا صح وماشيين صح وما بنغلطش ومحدش بيجي ومحدش بيعتذر. أي منطق. سيادة الرئيس، هذا البلد مسؤوليتنا جميعا. أنا بتكلم من قلبي، شكرا.